موبايل بأقوى معالج في فئة ال 2500 جنيه وشاشة فول اتش دي بلس. لا ده انت تشوف الفيديو بقى. السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع علي عبد الوهاب. والنهارده هنتكلم عن موبايل شاومي الجديد وهو موبايل ريدمي 9. فنخش على التقيل ونبدأ بالمعالج على طول ويلا بينا. وبالنسبة للمعالج فشاومي حطت أقوى معالج تحت فئة ال 2500 جنيه في السوق كله، وهو معالج ميديا تك هيليو جي 80، ومحقق سكور على انتوتو عظيم جدا زي اللي انت شايفه في الصورة ده. فتخيل في موبايلات في نفس السعر بمعالج ميديا تك بي 22 مثلا، فالصراحة الله يعينهم حقيقي. وبرضه هتلاقي الريدمي 9 متفوق على منافسه الأساسي اللي هو الريلمي سي 3 في سكور انتوتو، وده هتلاقيه برضه في الصورة اللي قدامك اهي. وطبعا الموبايل بيسخن كعادة معالجات ميديا تك اللي هي مثلا جي 70 و80 و85، فاللي هو ده طبيعي يعني، فمش مشكلة أبدا. وبالنسبة للناس اللي بتشتري موبايل عشان الجيمز فهتلاقي بابجي بتشتغل معاك على إعدادات اتش دي هاي، والصراحة هتلاقي الأداء كويس جدا ومناسب. اما بالنسبه للعبه كول اوف ديوتي فهتلاقيها بتشتغل على لو جرافيك وميديوم فريم ريت. وبالنسبه للعبه فورتنايت فمش محتاج تنزلها اكيد في الفئه دي، ولكن هي بتنزل ولكن بتعلق جدا وبتلاك فملاش لازمه. نيجي بقى لتاني نقطه مهمه في الموبايل ده وبتميزه عن اي موبايل تاني في نفس الفئه، وهي الشاشه. الشاشه هنا من مميزات الموبايل ده فعلا، وهي شاشه من نوع اي بي اس 6.53% بوصه بجوده فول اتش دي بلس. ايوه زي ما سمعت كده، الشاشه بدقه فول اتش دي بلس في موبايلات فئه اقتصاديه في ال 2000 جنيه. فاللي هو يعني ايه اللي انت بتعمليه ده يا شاومي؟ يعني ثانيه يا جماعه نفهم يعني. وطبعا الكاميرا فيها بتيجي بشكل الووتر دروب نوتش التقليدي، بحيث شاومي تحتفظ بالهول بانش او الثقب في الشاشه في الفئه الاعلى، وهي سلسله الريدمي 9 وال9 اس وال9 برو. بس سطوع الشاشه كل الناس بتتكلم على انه اقل شويه بسيطه عن الطبيعي، وقارنوه بالريلمي سي 3. وانا الصراحه شفت صور وفيديوهات كتير للموبايلين هما شغالين مع بعض، وحسيت فعلا ان سطوع الريدمي 9 اقل من الريلمي سي 3 المنافس ليه الوحيد يعتبر. ولكن برضو يعني ما اعتقدش انه عيب قاتل. بالنسبه للبطاريه فالموبايل هنا بيجي ببطاريه ضخمه بسعه 5020 ملي امبير، ومنفذ الشحن من نوع تايب سي، والموبايل بيدعم الشحن السريع لحد 18 واط. طب كده تمام جدا وزي الفل والدنيا جميله. هل الحياه بتمشي وردي كده؟ لا طبعا. للاسف الشحن اللي بيجي مع الموبايل شحن 10 واط بس، وده هيخليك تضطر ان انت لو عاوز تشحن الموبايل بطريقه اسرع تشتري ال 18 واط. ولكن اصلا المفروض تعرف هو ايه الفرق ما بين الاتنين يعتبر، عشان تحدد هل انت تحتاج تشتري فعلا ولا خلاص تكتفي بال10 واط ده. بص يا سيدي، الشاحن ال 10 واط بيشحن الموبايل في 3 ساعات، الشاحن ال 18 واط بيشحن الموبايل في حوالي ساعتين وربع. فهل فرق الساعه الا ربع ده فرق جوهري بالنسبه لك؟ لو فرق جوهري ساعتها لو اشتريت الموبايل ده تشتري شاحن 18 واط عشان تستمتع بتجربه مناسبه ليك اكتر ومريحه ليك اكتر. انما لو مش فارقه، وانا شايف ان اللي هيشتري في الفئه دي مش هيبقى مركز قوي مع النقطه دي، فاعتقد انه عادي جدا، لان كده كده البطاريه كبيره وبتكمل اليوم لاخره، فانت طبيعي وانت داخل تنام هتشحنه، فالدنيا تمام يعني. بالنسبه للكاميرات فالموبايل هنا جاي باربع كاميرات عشان يمشي مع ترند الاربع كاميرات اللي موجود من اول 2400 لفوق. الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2. ايوه انا قلت اف 2.2. انا مش عارف الصراحه يعني ايه السبب في اختيار فتحه عدسه زي دي، ولكن اللي مش فاهم يعني ايه مشكله فتحه العدسه ان هي تكون ضيقه كده. ان اصلا لما تكون فتحه العدسه مثلا في الطبيعي في الكاميرا الخلفيه الاساسيه بتبقى من 1.7 ل2 بالكتير قوي، ولو حد حاططها 2 بنلوم عليه. فان هو حاططها 2.2 ده بيضايقك انت وانت بتصور. ليه بقى؟ لان انت بتحتاج ظروف اضاءه عاليه جدا عشان تطلع الصور الكواليتي بتاعتها مقبوله. ففي ظروف الاضاءه الطبيعيه بتاعت اي بني ادم او الضعيفه، الكواليتي بتاعت الصوره ما بتبقاش حلوه والجوده والتفاصيل ما بيبقوش حلوين. فدي مشكله الفتحه الضيقه. والكاميرا التانية 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع الالترا وايد، والصراحه دي ميزه هنا لان انت في الفئه دي مثلا في الريلمي سي 3 مش هتلاقي كاميرا الترا وايد، فدي حلوه. الكاميرا التالتة 5 ميجا بكسل للماكرو وفتحة عدسة 2.4، والاخيره 2 ميجا بكسل للعزل. بس الصور كتوتال تحس ان الاتش دي ار فيها زياده شويه ومش مظبوط، وتحس ان الصور مشبعه قوي ساتوريتد قوي. في ناس بتحب اللوك ده، ولكن ده مش الطبيعه او مش الحاجه الحقيقيه اللي انت شايفها بعينك. ففي ناس بتحب ده وفي ناس ما بتحبوش، وبرضه هسيبك مع الصور بحيث تقول رايك. اه زي ما انت شايف الصور الوانها حلوه، لها مشبعه شويه زي ما بقول لك، ولكن ده عشان انت في اضاءه الصبح في الصور برضو فيها جوده كويسه.
ولكن بقى لو جينا للاضاءه بالليل، يعني هتلاقي عشان ما فيش نايت مود في الموبايل، زي ما انت شايف في اعدادات الموبايل مش هتلاقي نايت مود، فهتلاقي جوده الصور سيئه جدا 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 ومش واضحه اصلا يعني. فالموبايل بالليل طبعا ملوش لازمه في الاستخدام خالص في الاضاءه الضعيفه اللي زي دي. وبالنسبه للفيديوهات فالموبايل بيصور لحد 1080 30 فريم في الثانيه، ودي برضو تجربه للفيديو. والسيلفي هنا 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.0، وفتحه العدسه دي مناسبه جدا. بالنسبه للسعر الموبايل بيجي بنسختين، نسخه 32 ذاكره داخليه و3 جيجا رام ب 2222 جنيه، ودي متوفره على جوميا. وفي نسخه 64 ذاكره داخليه ومع 4 جيجا رام، ودي اللي انصحك تشتريها عشان تستمتع بافضل تجربه في الفئه دي، ودي ب 2499 جنيه. والموبايل ينفع تركب له كارت ميموري وشريحتين في نفس الوقت، وطبعا بيجي بمستشعر الاي ار اللي بيميز موبايلات شاومي، اللي تقدر تتحكم منه في اي اجهزه الكترونيه عندك في البيت او في الشغل، سواء تكييف او تلفزيون او اكس بوكس او حاجات زي كده. نيجي للحاجه اللي قبل الاخيره كده تمام، وهي التصميم، وسبتها لك للاخر عشان في حاجات اهم قلتها فوق. فالموبايل جاي بالكامل هنا من البلاستيك، وهتلاحظ ان في كده زي خربشه في الظهر كده، او زي بروز كده العلامات كده معينه، بحيث ان هي ما تخليش الموبايل بيتخربش بسهوله، فدي حاجه حلوه. والتصميم الصراحه شكله شيك وملفت جدا، وكمان تحس ان هو في موبايلات اغلى، يعني انت من بعيد مثلا تحس ان الموبايل ده ريدمي نوت 8 برو بالظبط. وهتلاحظ من الصورتين اهم جنب بعض ان هو تقريبا نفس الموبايل في الشكل من بعيد، والموبايل ما فيهوش لمبه اشعارات. وبالنسبه لالوان الموبايل فالموبايل بيجي بثلاث الوان الموجودين في الصوره دولت. وفي اخر الفيديو دلوقتي هسيب لك فيديو للانبوكسنج بتاع الموبايل وايه المحتويات العلبه اللي بتيجي معاه. والموبايل بيجي معاه في العلبه الشاحن ال10 واط وجراب سيليكون بيجي مع الموبايل، والموبايل بيجي من العلبه بسكرين على الشاشه. وبالنسبه لمراجعه الريلمي سي 3، ودي اول مراجعه عملناها على القناه هنا، لو انت عاوز تعرف الفرق بين الموبايل ده وبين الريلمي سي 3 هسيب لك المراجعه في الاي اللي فوق. فالخلاصه ان الموبايل ده جاي باقوى معالج في فئته، وشاشه ما بتتكررش من حيث جودتها في الفئه دي، وبطاريه محترمه جدا تكمل معاك لاخر اليوم وانت مستريح. فلو انت الثلاث مميزات دولت مرضيه ليك جدا وهتلبي كل احتياجاتك اللي انت محتاجها من الموبايل ده، اشتريه. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تدعموني جامد، وما تنسوش تسيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.